اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنعمل اكله كده حلوه جميله جدا هتعجبكم، وكلها في حله واحده. كده مشتاقين كده ان احنا نعمل شغل الترند كده ونخبط على الحله وننزل اللي جواها كده اهوت. هنشوف الحله دي هنعملها ازاي. حله واحده كده اهو فيها الرز والخضار. طبعا عرفتوا بدل رز وخضار ولحمه يبقى انتوا عرفتوا هي ايه. الحله دي كده اهوت. انا اول حاجه ان انا معايا هنا نص كيلو من اللحمه مقطعاه قطع صغيره عشان ايه تتوزع حلو، يعني مش قطع صغيره قوي يعني إن هو بس قطع حلوه يعني. وبشوحه الاول كده اهوت في معلقه سمنه، يتشوح الاول قبل ما اسلقه. تمام. احط عليه بهارات بتاعته طبعا اللي احنا معتادين عليه اللي احنا بنعمله. حطيت هنا اهوت فلفل اسمر، حطيت 7 بهارات، حطيت معاهم كام فص حبهان كده اهوت. بفتحهم كده الاول عشان احطهم يدوا طعم ريحه كده للشوربه. وحطيت قرفه، طبعا لومي والورق اللورا. مجهزه البصله بجزره بطماطمايه كده عشان اللون بتاع الشوربه كده يطلع حلو. تمام. شوحتها بس شويه كده، نزلت الميه بتاعتها وشربتها تاني، وبعد كده بنزل عليها بالبصله بتاعتي، والميه بتاعتها بتكون ميه مغليه، غاليه الميه في الكتل، وسبتها ان هي تستوي براحتها. تمام. هنا سبتها حوالي لحد ما استوت، يعني انا ما عملتش الاكل على طول، يعني انا سبتها لحد ما استوت. عملت شغل كده في بيتي وكده اهو، ورجعت عليها كانت استوت، وبدات ان انا اعمل بقيه الاكل بتاعي. معايا بتنجان، معايا بطاطس، معايا بصل، معايا جزر، معايا فلفل. إيه اللي موجود؟ وبطاطس قلنا. الحاجات دي كلها اللي احنا هنحتاجها في المقلوبه ان شاء الله. احنا هنعمل كده حله المقلوبه. تمام. معايا بتنجان كده حوالي 4 بتنجان، بس هم دول عشان صغيرين، لكن لو هي بتنجانية واحدة لو من الكبيرة أوي دي كفاية يعني. بس دول عشان حاجات صغيرة خالص احتجت منهم 4 وحدات. تمام. كيلو كان عندي كان عامل 6 وحدات، خدنا منه اهم 4. قشرناهم بقى بالشكل كده اهوت، ونقطعهم بالطول كده عشان هنحطهم في الحلة بقى ايه، هنرصهم ليهم رصة كده ان هو يبقوا واقفين من الجناب. تمام. جهزت كده اهوت البتنجان. هنرش عليه بقى شويه ملح عشان ينزل الميه بتاعته وما يشربش زيت كتير. ونبدا بقى نقطع بقيه الخضار بتاعنا، وهنشوف هنعمله ازاي. تمام. البطاطس الاول بقطعها شرايح، ما تبقاش ايه لا سميكه قوي ولا رفيعه قوي، تبقى مستواها حلو. دي هنقليها البطاطس دي ومعاها شويه جزر. هجهز برضو الفلفل، وهجهز البصل والطماطم، كل حاجه هتتقطع طرنشات. هتعجبكم قوي الحله دي، حلوه جدا جدا يعني، طعمها جميل. معايا قرن شطه كده سبايسي، حطيته قرنين اهم، شفتوا كمان مش قرن واحد. دول سبايسي كده بتبقى حلوه كده لما ايه تيجي اللي بيحب السبايسي تيجي في ايده بقى حاجه سبايسي كده بتبقى حلوه. تمام. قطعنا بقى الجزر، هو الجزر صغير جدا بس برضه هنقطعه، يعني الجزر الكبير تبقى شرايح كبيره بتبقى واضحه اكتر، لكن برضه ده نفع وده نفع يعني، اي حاجه بتنفع معانا. هنقلي بقى الجزر والبطاطس مع بعض، عشان برضو مش حاطه بطاطس كتير، انا حاطه اهم حاجه فيها البتنجان، يعني البتنجان عشان ياخد داير الحله كله كده هوت من الجناب كلها. حطيت هنا كده البتنجان البطاطس على الجزر، الاتنين يتقلوا مع بعض. كده نغطيه بقى ونسيبها تستوي براحتها، ونشوف بقى هنعمل بقيه الخضار بتاعنا ازاي. هنقطع برضو الطماطم طرنشات. احتجت بس طماطميتين، بس هما طماطميتين كبار. تمام كده. وهنعمل برضو معاها الحلو بتاعنا، بس هنعمله بقى ايه في الاخر يعني، واحنا بنعمل الاكل انا بعمله، بس ايه خليت لكم الفيديو في الاخر. صينيه بسبوسه بقى كده زي العسل، هتشوفوها برضو كده اهو في اخر الفيديو. كده خلصت البطاطس بقى الطماطم، هنطلع ايه البطاطس ونحط دور بتنجان، ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه في البصل ونعمل في الحاجه كلها. الحاجه دي كلها لازم تكون مستويه، فانا هسويهم الاول كل حاجه، حتى الطماطم ان انا هسويها، انا هحط كل حاجه في الحله ما عدا الرز، هو الحاجه الوحيده اللي هتتحط نيه يعني. خلاص كده هحط شويه زيت، وعليها طرنشات البطاطس كده وتاخد تشويحه خفيفه، يعني ان انا مش هحمرها ولا الكلام ده كله، لا هي تشويحه خفيفه يعني ايه ان هي تخش في السوا.
بقى كده الخضار بتاعها فيه مستوي، في الزيت كمان تحسي ان هو فيه سمنه كده نازله منه ناعم يعني. هنا هحط ورقه زبده. انا كمان عملت الطماطم نفس اللي انا عملته في البصل، بس هو ما تصورش. انا ممكن كنت فاكره نفسي بصور، بس ايه كان مقفول التليفون مقفول. بس طبعا انا اللي عملته في البصل هو نفسه اللي انا عملته في الطماطم. شنشات الطماطم قلبتها على الجنبين كده اهو، تاخد سوا بقلبها وبروح مطلعاها. حطيت اللحمه شوحتها، حطيتها مكان السمنه بتاعت او الزيت بتاع الطماطم، حطيتها مكانها كده تشويحه خفيفه كده اهو. طلعتها حطيتها كده على ورق الزبده كده اهو بالشكل ده. نزلت بالطماطم اول حاجه على اللحمه، وبعديها البصل. بسيب شويه ليه؟ عشان احطهم فوق فوق البطاطس، فوق الخضار، يعني ايه تدي الطعم كمان للخضار كله من فوق، يعني حبه من تحت كده وحبه من فوق. نزلت كده بالبطاطس. معانا بقى البتنجان على الجناب كده. بصي الجناب كده اهوت، كل الجناب هنحط عليها بتنجان، واللي هيتبقى هنحطه على الحله عادي. الفلفل انا عملته عريض بالشكل ده عشان احطه كده ايه، يبقى ايه اخد المكان كله. تمام كده ادي. والجزر طبعا المقلي بتاعنا، والجزر كمان اللي انا طلعته من الشوربه حطيته فيه كمان. ادي كده اهوت الشكل بتاعنا كده. خلصنا الطبقات الخضار كلها. ننزل بقى عليها برز مغسول منقوع يا دوبك، ما فيش 10 دقايق يعني، عشان ما ياخدش معانا سوا كتير على النار. يعني هي الخضار كله مستوي، بس احنا بنسوي الرز على مع الخضار، فكله بيخش ويندمج في بعضه. بس ما نخليش ايه مده التسويه بتاعته تبقى زايده. فانا غسلاه ونقعاه، يعني انا نقعاه شويه لمده 5 دقايق كده. هو الرز المصري ما بيستحملش النقع كمان، بيدوب بسرعه. وهو كمان ما خدش يعني ايه، ما بنزودلوش الشوربه لدرجه ان هو الشوربه تبقى زايده قوي عليه. تمام. هنحط كده، حطيت ملح، حيقتها بالملح، والشوربه تبقى متحيقه عشان الخضار كمان اللي تحت دوت يتحيق، لان احنا قليين ومسويين من غير ما نحط ملح. تمام. فبنحط الشوربه عليها ملح كده اهوت ومجز كده اهوت. هحط بس كبشه صغيره كده اهوت وخلاص كده. الرز يا دوبك وخلاص حطيناه على النار. هنعمل جنب منه سلطه الدقوس. فطبعا معلش برضو انا كنت فاكره ان انا بصور، فطبعا ما اتصورتش. حطيت فلفل على توم على طماطم، طحنتهم في الخلاط على في الكبه كده اهوت، اللي هو الطحنه الخشنه، ما تبقاش طحنه ناعمه. وحطيت عليها الكزبره كده اهوت، ونزلت عليها بالبهارات كمون وفلفل اسمر وكزبره، وليمونتين كبار كده اهوت يتعصروا عليها، تبقى غرقانه في الليمون، بتبقى طعمها جميل جدا. دي بتبقى لايقه قوي مع المقلوبه اهو. ليمونتين كده اهوت نعصرهم عليها. وكده خلصت السلطه بتاعتنا والمقلوبه. بص بتاعتنا، بشوف الرز بتاعها طلع مستوي وحلو. هنشوف بقى وهنقلبها كده. خلاص ده كده على الفطار على طول. ركنتها عشان اعمل لها شويه إيه لوز كده اهوت وزبيب كده احطه على الوش. طبعا على مستنيه الاذان برضو عشان اطلعها تبقى سخنه قوي، مش عايزاها تبقى بارده، يبقى تبقى موحوحه. فانا لما هقلبها هيبقى خلاص الاذان اذن. حمرت كده بقى شويه اللوز كده على الوش، الزبيب عشان بس عيالي مش بيحبوا الطعم المسكر بتاعه، فما بيتحمر كده السكريات بتاعته بتقل شويه. اهو هنبدا بقى نقلبها. الله اكبر. بص بقى الجمال. هتشوفوا بقى الجمال لما تطلع كده الحله كده اهو. بس كل بنخبط بقى فيها. الله عليها. شفتوا المقلوبه دي؟ ما تعدوش رمضان إلا لما تعملوا المقلوبه دي. جميله 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 يعني. عايزه اقول لكم دي اتنسفت ما تبقاش منها حاجه. انا عيالي بيحبوها جدا، انا بعملها لهم على طول وبيحبوها جدا. بعملها بلحمه مفرومه، واعملها بفراخ، اعملها بلحمه. انا اول مره اعملها بلحمه بصراحه، كل مره بعملها باللحمه المفرومه. بس خلينا في البسبوسه. هنعمل هنا 3 كوبايات من الدقيق السميد، عليهم معلقه من اللبن البودر، معلقه من جوز الهند اهي، معلقتين جوز الهند كمان، رشه من الملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعليها رشه من الفانيليا. تمام. كوبايتين دقيق السميد، عليهم معلقتين جوز الهند، عليهم معلقه لبن بودر، عليهم رشه ملح، عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وورقه فانيليا. هنا كوبايه الا ربع من السكر بحطها كده اهو تسيح. ممكن تقللي السكر دوت وممكن تزوديه حسب ما انت ما بتحبي، لكن السكر ممكن نص كوبايه، ممكن 3 معالق كمان.
هنا كوبايه وكوبايه الا ربع من السمنه، وعليهم كوبايه الا ربع من اللبن. السكر كده بنتكرمل، انا ما بقلبش السكر خالص عشان ما يكتلش معاكي، تسيبيه لحد ما يسيح هو براحته. اول ما تلاقيه ساح كده من النص خلاص انت لمي الجناب عليه، ما تحطيش المعلقه فيه لان هيكتل منك. تمام. خلاص كده حطيت اللبن، حطيت كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه الا ربع من السمنه، والمقدار ده كله خلاص هيدوب، ان احنا هنطفي عليه. تدوب بقى السكر بتاعنا اللي فيها اللهم صل على النبي، تدوب كلها يعني بعضها، تبرد قصدي، تبرد. وبعد كده بناخدها على المقدار ده. المقدار ده بياخد صينيه 30 اللي هي مقاس 30، اللي هي بتبقى الوسطانيه، تاني واحده في الطقم. هي دي اللي بتاخدها المقدار ده بيمشي معاها قوي. خلاص كده، خلاص عملنا احتاجت مننا شويه لبن صغيرين عشان تعجن كده، بس ما اقدرش ان انا ازود لها اكتر عشان ما اعجنش فيها كتير وتعمل مطه والكلام ده كله. حتى لو الكميه بقت قليله انا بفردها بالشكل ده وخلاص بمشيها، لكن لو عجنت اكتر واديتها بقى سوايل وقعدت اعجن كده هتبوظ مني البسبوسه. خلاص كده انا فردتها بالشكل ده وطلعت ناعمه جدا جدا جدا، يعني بسبوسه بقى عشان البسبوسه المرمله دي. خلاص كده اهوت جهزناها، نحط عليها شويه مكسرات كده، ونكون مجهزين الشربات بتاعها. أنا طبعا مجهزه الشربات ومجهزاها، حطاها في برطمانات كده وحطاها على المطبخ عندي، فمش بحتاج ان انا اعمل كل مره اعمل شربات. بس هو الشربات بتاعها كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين الا ربع من الميه، وبنغليهم ونص ليمونه، بيتغلي على النار 10 دقايق. خلاص ده كده البسبوسه بتاعتنا. بصي نعمل كمان ازاي، بصي طالعه عامله ازاي. طبعا انا بسويها والكلام ده وبجهزها وبحطها برده بعد ما بسقيها الشربات، بحطها في الفرن شويه في درجه حراره الفرن كده اهوت عشان تفضل معايا ايه، طريه وناعمه. ادي البسبوسه بتاعتي اهي كده خلصت ومرمله وجميله، وما تحلاش الا بعد صلاه التراويح كده بكوبايه الشاي كده اهوت. وادي البسبوسه بتاعتنا. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك. وان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم وهتجربوا المقلوبه باذن الله. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.